تتخيل ترجع بيتك فجأة وتكتشف إن حياتك كلها كانت ماشية في سكة تانية خالص؟ دي القصة اللي قلبت السوشيال ميديا خلال ساعات وبقى الكل بيتكلم عنها. الحكاية عن شاب عراقي اسمه علاء، أو على الأقل ده الاسم المتداول، واللي بقى فجأة ترند في كذا بلد. زوجته كانت مسافرة وقررت ترجع من غير ما تقوله علشان تعمل له مفاجأة، لكن اللي حصل كان صدمة عمرها ما كانت تتخيلها. أول ما دخلت أوضة النوم لقت جوزها مع بنت غريبة عنها تماماً، مش من قرايبهم ولا من معارفهم. ورغم الصدمة حاولت تتمالك نفسها وسألتها بهدوء: أنت مين؟ الرد كان غريب وصادم في نفس الوقت. البنت قالت إنها بنت سبيل، يعني واحدة ملهاش مكان ثابت وعايشة على المساعدات. في اللحظة دي الموقف خرج من نطاق البيت وبقى قدام الناس كلها، لأن الزوجة قررت تفتح بث مباشر وكل اللي بيحصل بقى بيتشاف لحظة بلحظة. الزوج حاول ياخد الموبايل ويوقف التصوير، لكن البث كان شغال والناس بدأت تدخل بالآلاف وتشوف اللي بيحصل قدام عينيها. خلال وقت قصير جدا الفيديو انتشر انتشار رهيب، وبقت القصة حديث السوشيال ميديا، والآراء اتقسمت بشكل واضح. في ناس اتعاطفت مع الزوجة وشافت إنها تعرضت لموقف صعب جدا، وناس هاجمت الزوج واعتبرت اللي حصل خيانة واضحة، وفي فريق ثالث قال إن القصة ممكن تكون متفق عليها من البداية علشان الشهرة والترند وعدد المشاهدات. ومع الانتشار الكبير والكلام الكتير بقى في تداول إن الجهات المختصة تدخلت واتفتح تحقيق في الواقعة بعد ما الموضوع خرج من حدود الحياة الشخصية وبقى قضية رأي عام على السوشيال ميديا. لكن السؤال الأهم دلوقتي، هل إحنا بقينا نحكم على حياة ناس من فيديو مدته دقايق؟ وهل السوشيال ميديا بقت أسرع من أي تحقيق أو حقيقة كاملة؟ في الآخر الصور والفيديوهات اللي اتنشرت تم تمويهها حفاظاً على الخصوصية، لكن الجدل لسه مستمر وكل واحد ليه رأي مختلف عن التاني. انت شايف اللي حصل ده موقف حقيقي ولا قصة معمولة مخصوص علشان الترند؟